الست أم كلثوم كانت متأكدة إن أحمد رامي بيحبها، ورغم كده كانت دايما تصريحاتها عنه قاسية جدا، لدرجة كفيلة إنها تجرح رامي وتدخله في حالة اكتئاب. يعني مثلا أم كلثوم سألتها إحدى المذيعات عن رامي، فقالت عنه إنه شاعري يحترق لينير طريقي. لكن رامي بيوصف عدم قدرته على التحكم في مشاعره تجاه سومة وبيقول: هفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حير أفكاري لحد قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري. ومرة قالت أم كلثوم: أحب في رامي الشاعر وليس الرجل، فكتب لها أغنية بتقول: عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك. وفي يوم بحفل تكريم لعبد الوهاب في دار الموسيقى العربية حصل سوء تفاهم بين رامي والست بسبب جدل حول أحد الأغنيات. قالت أم كلثوم لرامي بغضب قدام الناس: يا ريتني ما عرفتك يا شيخ، جملة كان وقعها صادم ومؤلم على رامي. ولما رجع بيته قطع كل صور أم كلثوم وكتب: من أنت حتى تستبيحي عزتي، فأهين فيك كرامتي ودموعي، وأبيت حران الجوانح صاديا أصلى بنار الوجد بين ضلوعي. بعدها كتب: حيرت قلبي معاك. واستمر توتر العلاقة لشهور، وانتهى الخصام في النهاية بأغنية عبر فيها عن غضبه من تصرفها بتقول: أصون كرامتي من قبل حبي، فإن النفس عندي فوق قلبي، رضيت هوانها فيما تقاسي، وما إذلالها في الحب دأبي. ولما اتجوزت أم كلثوم دعت أحمد رامي في بيتها وطلبت منه يكتب أغنية بتقول: أنا شايف الدنيا حلوة لأنك فيها. رد عليها رامي وقال: أنا شايف الدنيا سودة، أشجارها بتلطم وأرضها بتبكي. ورفض يكتب القصيدة المطلوبة وخصمته أم كلثوم. أحمد رامي صاحب الكرسي رقم 8 في كل حفلة لأم كلثوم، والمعروف بعشقه ليها، وأنه كتب ليها حوالي 137 أغنية، يعني معظم تراث الست كان من نصيبه. ورغم كده لما سألوه ليه ما اتجوزتش أم كلثوم قال: لو كنت تزوجتها ما كتبت فيها شعري، وما قلت عنها سهران لوحدي أناجي طيفك. وأفضل ما يقال عن أحمد رامي وحبه هو قول الشاعر مرسي جميل عزيز، واللي غنته الست أم كلثوم: أهل الحب صحيح مساكين. الست أم كلثوم كانت متأكدة إن أحمد رامي بيحبها، ورغم كده كانت دايما تصريحاتها عنه قاسية جدا، لدرجة كفيلة إنها تجرح رامي وتدخله في حالة اكتئاب. يعني مثلا أم كلثوم سألتها إحدى المذيعات عن رامي، فقالت عنه إنه شاعري يحترق لينير طريقي. لكن رامي بيوصف عدم قدرته على التحكم في مشاعره تجاه سومة وبيقول: هفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حير أفكاري لحد قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري.